ازيكم؟ الفيديو اللي فات اتكلمنا عن بلاب 1 وخدنا زي فكرة عامة كده عن ازاي نذاكر للامتحان. وزي ما قلنا انت عشان تدخل امتحان البلاب اصلا فانت محتاج امتحان انجليزي معتمد من الجي ام سي واللي بيكون ايلز او او اي تي. النهارده هنتكلم عن الامتحانين دول وايه هي مزايا وعيوب كل امتحان فيهم وايه هو الامتحان الانسب ليك عشان تنجز وتخش على البلاب على طول. انا عايز ابدا باني اعرفكم اني اضطريت امتحن الامتحانين وانا بحضر للبلاب. امتحنت الاول الايلز وما نجحتش، وبعدها امتحنت الاو اي تي وربنا وفقني. هل معنى كده ان الاو اي تي اسهل او ان الايلز اصعب؟ بالعكس. المشكله اللي واجهتني في الايلز اني اتوترت شويه في السبيكنج بعد ما كنت اوريدي حليت كويس في الجزء الاصعب من الامتحان اللي هو الرايتنج، فده مش مقياس خالص. خليني اعرفكم لو لسه مش عارفين يعني اجزاء الامتحان او السب تيستس بتاعه امتحان الايلز والاو اي تي، listening وريدنج ورايتنج وسبيكنج. تعالوا بينا كده نوضح بعض الايجابيات والسلبيات بتاعه كل امتحان ونحطهم في مقارنه بسيطه. اولا امتحان الايلز ارخص وثمنه تقريبا حسب اخر ابديت كان 4060 جنيه، اتمنى ما يكونوش زودوه على مرفع الفيديو ده. اما امتحان الاو اي تي فاغلى شويه وثمنه تقريبا 587 دولار استرليني، يعني حوالي 7000 جنيه مصري. النقطه الثانيه واللي بالنسبه لي تعتبر حاجه كويسه هو ان الايلز فعلا بيحسن الانجليزي بتاعك. اما الاو اي تي بالنسبه لي يعني انت هتخرج منه زي ما دخلته بالظبط، يعني انت اساسا هتنسى انت كنت بتمتحن في ايه بعد ما تخلصه. الايلز الضفايه دي الايلز الكمبيوتر بيزد نتيجته بتطلع في 3 ل 5 ايام تقريبا، والبيبر بيزد نتيجته بتطلع بعد اسبوعين. اما الاو اي تي نتيجته الستاندرد بتطلع بعد تقريبا 3 اسابيع. النقطه دي ممكن تكون مش مهمه قوي، لكن لو تخيلنا واحد امتحن ايلز وواحد امتحن او اي تي في نفس اليوم، فاللي امتحن ايلز هيقدر يشوف حجوزات البلاب على موقع الجي ام سي بعد اسبوعين او 5 ايام لو امتحن كمبيوتر بيزد. اما اللي امتحن او اي تي هيبدا يشوف الحجوزات بعد 3 اسابيع، وبالتالي اللي امتحن ايلز هيشوف المواعيد الاول ويقدر يحجز الميعاد المناسب ليه. اما اللي امتحن او اي تي ممكن ما يلحقش يحجز ميعاد بدري وممكن ما يلحقش يحجز ميعاد خالص. يعني دي فرضيه صغنونه كده حطها في اعتبارك عشان وارد انها تحصل. فحاول لو قررت انك هتحجز او اي تي انك تبقى عارف مواعيد فتح حجوزات البلاب امتى وتحجز قبل الميعاد ده ب3 اسابيع او شهر. الايلز بيمتحنك في مواقف حياتيه عشوائيه جدا وملهاش كونتكست معين، وده في رايي بيحسن اللغه بتاعتك في كذا مكان وبيخليك تعرف تتعامل بالانجليزي ايا كان الموقف اللي انت بتتعرض له. اما الاو اي تي بيمتحنك في مواقف طبيه بحته، يعني الليسننج كمثال بيكون عباره عن دكتور بيكلم دكتور بيكلم مريض، دكتور بيدي برزنتيشن، دكتور بيكلم ممرضه بتكلم ممرضه، وده في بعض الاحيان بيخلي الليسننج اصعب مش اسهل. واظن ناس كتير ممكن تتفق معايا ان ليسننج الاو اي تي اصعب من ليسننج الايلز. رايتنج الايلز بيكون عباره عن 2 تاسكس، واحد منهم بيبقى دايجرام وده سهل، التاني بيكون عباره عن اكاديميك اساي بيتكلم عن فكره او ارجيومنت معينه بتناقشها وتحللها وتعبر عن رايك فيها، وبيعتمد اكتر على استخدام الجمل المعقده والسينونيمز الكتيره وقواعد اللغه الصحيحه والبنكتويشنز عشان تجيب على الاقل 7 من 9، ودي المعضله الحياتيه اللي الناس بتستصعبها في الايلز. اما رايتنج الاو اي تي بيكون في الغالب عباره عن خطاب تحويل من دكتور لدكتور، ولازم يكون كونسايز وتو ذا بوينت وما يتعداش ال 200 كلمه. يعني من الاخر عشان نجيب لكم زبد الحوار ده، رايتنج الاو اي تي بيعتمد على ان المضمون يبقى محدد ومختصر، اما رايتنج الايلز بيعتمد على ان المضمون يكون مكتوب بطريقه اكاديميك وفي تسلسل منطقي واستعراض لغوي. لكن في النهايه اللي عايز اقوله ان الامتحانين الاثنين اتشيفابل جدا، وان الاو اي تي ما هواش طريق مختصر. ناس كتير بتمتحن الاو اي تي ومش بتعدي من اول مره، وبالتالي ايا كان قرارك انت هتمتحن ايلز او او اي تي لازم تبذل شويه مجهود. انا عارف ان الانجليزي ما هواش المجال بتاعنا، ولكن هي خطوه ولازم نخطيها. انا قعدت اعرفكم كتير بان الايلز لازم يكون مكتوب بطريقه اكاديميك ولازم مش عارف ايه واصبر ايه، وما قلتلكوش لو حبيتوا تذاكروا بقى للايلز تذاكروا منين. في قناه جميله جدا على اليوتيوب اسمها E2 Language، وليهم الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى ان انا كنت جبت السكور بتاع الرايتنج في الايلز، والجميل ان موجود عندهم برضو محتوى للاو اي تي. هحط لكم ان شاء الله لينك قناه E2 Language في الديسكريبشن، وهحط برضو لينكات لجروبات الاو اي تي اللي موجود عليها ناس بتصحح ليترز وبيساعدوكم انكم تتحسنوا في الاستراكشر بتاعها عشان تجيبوا ان شاء الله السكور المطلوب. اتمنى اكون ما طولتش عليكم، ولو حد عنده اي سؤال يكتبه في الكومنتس وان شاء الله هرد عليه، وربنا يكرمكم جميعا ويوفقكم ويكرمنا جميعا يا رب، وسلام عليكم.